ابني داخل سنة رابعة. ده بيقولوا عليها صعبة جدا. دي ثانوية رابعة ولا ايه؟ طب اعمل ايه؟ مودهوش المدرسة ولا ايه؟ اعمل ايه؟ لا طبعا، كل الكلام اللي انت بتسمعيه ده كلام مش صح ابدا. سنة رابعة دي احنا طول عمرنا هي نقلة في مرحلة عمرية. يعني سنة رابعة كان بيدرس فيها مواد زيادة عن السنين اللي قبلها. طبيعي جدا لان المرحلة دي بتناسب العمر العقلي والعمر السني بالنسبة للطالب، فهم بيحطوا المواد اللي مناسبة ليه هو. لا لا لا، انت بتهزري. طب بس دلوقتي المنهج الجديد، لا لا لا، انت ما درستيش بقى المنهج الجديد وما تعرفيش عنه حاجه. ايوه، ما هو المنهج الجديد فعلا مختلف. الفرق بقى بينه وبين المنهج القديم ان المنهج الجديد بقى كله مترابط مع بعض، كله بيحكي في نفس النهج في نفس الطريق، بيلعب على شخصيه ابنك هو. يعني بمنتهى البساطه كده، اللي انت شايفاه اللي هو صعب وحاسه ان ايه ده كان كبير جدا، ده ازاي ان ابني ممكن يستوعب كل الحاجات دي كلها. ايوه ده بالنسبه لك انت، لكن هو بالنسبه لعقليه ابنك ما شاء الله في العصر اللي احنا فيه ده خلاص الوضع بقى مختلف. هو بيلعب ان هو يطلعه انسان ناضج عقليا وفكريا وصحيا، يعرف ازاي يكون انسان اجتماعي، ازاي يعرف يتعامل وازاي يعرف يتكلم وازاي يكون عنده القدرة على التعبير عن نفسه، بدليل ان انا عندي كل المواد مترابطة مع بعضها البعض. ايوه بس الفكرة بقى ان انا عندي مواد كتير، اعمل ايه وازاي اقنعه؟ اول حاجة اشتغل على العامل النفسي. ما افضلش كل شويه قدامه اقول له لا ده الموضوع ده صعب. يا ابني انت مش حاسس بالمسؤوليه ولا ايه؟ انت داخل سنه رابعه يا ابني، حس بقى. لا طبعا، ايه المشكله؟ سنه رابعه زيها زي اي سنه فاتت، بس انا بكلمه ان انت كبرت شويه. فمعنى ان انت كبرت شويه ان انا هتعامل معاك ان انت انسان كبير، مش لسه طفل. لا لا لا، ده لحد سنه ثالثه ده انت كده طفل صغير. من اول سنه رابعه بقى خلاص بقى انت خلاص بدات ان انت تكبر. فمعنى ان انت بدات ان انت تكبر ان انا رقم 2 هنظم وقتي. ازاي انظم وقتي؟ انا عندي مواد كتير جدا. طب انا هودي المدرسه ولا انا هعمل الواجب ولا هودي الدرس ولا هذاكر مذاكره المدرسه ولا الدرس؟ طب اعمل ايه؟ اهم حاجه ان انا انظم الوقت، مش بالكم ابدا. لان انا المنهج بيعتمد على الفهم والادراك، ان انا افهم واستوعب، مش ان انا اقعد احفظ والكلام ده. لا خالص خالص خالص، موضوع الحفظ ده خلاص انتهى تماما. انا فاهم هعرف احل. وطبعا مفيش طفل دلوقتي مش فاهم، لان انا بيبقى قدامه اي لعبه او اي جيم بيعرف يلعبها كويس، فهو بقى بيستسهل، دي بقى قصه تانية خالص. طب انا اعمل ايه؟ هتكلم كده معاه بالعقل، هقول له بص انا هعرض عليك عرض، ايه رايك تذاكر مثلا زي مثلا العربي؟ العربي مثلا تذاكره، ناخد نص ساعة أو تلت ساعة نقعد نذاكر في العربي، ولا نقعد بقى نذاكر باستفاضة ونذاكر بطريقة كبيرة؟ هقولك قولي لي يا ماما، قولي له أنا بقى جاية لك بطريقة هايلة، هنذاكر وهنخلص في نص ساعة. هقولك الحقيني بيها. إيه هي بقى؟ إن أنا أذاكر تلت ساعة، بتيجي الأول بتلت ساعة في المادة. يعني انا دلوقتي المواد الكتير دي لازم اذاكر اكتر من ماده في اليوم بصراحه عشان اخلص الدنيا عامله ازاي. هاخد تلت ساعه للعربي، بريك 10 دقايق، وتظبطي التايم بالظبط. وبعد ما اخلص التلت ساعه، انا حتى ما خلصت الكم اللي انا المفروض ان انا اخلصه مش مهم، ما هو ده المطلوب. انا على مدار الاسبوع عندي 7 ايام، المفروض كل ماده ان انا امسكها ما لا يقل مثلا عن 3 مرات في الاسبوع، عشان اعرف فعلا ان انا تبقى ده في المنهج. وبعدين ايه؟ انا مثلا العربي دلوقتي انا معتمد ان انا افهم احل. خلاص الموضوع فبقى بالنسبه لي سهل وبسيط جدا. ذاكرت تلت ساعه، 10 دقايق بريك، تلت ساعة كمان، وهكذا. هلاقي نفسي ان انا حرفيا في ساعة ونص او ساعتين انا ذاكرت تقريبا 3 4 مواد. الدنيا زي الفل. وهاخد كمان تلت ساعة ولا نص ساعة بالكتير، يعني عاملين بالكتير عشان خاطر واجب المدرسة. يبقى انت كده بص تمام التمام. لو انا مشيت بالظبط على النهج ده هتلاقي الدنيا بقت كويسة جدا. يبقى انا عندي اول حاجه العامل النفسي، اقول له ان ده سنه زي كل السنين. 2 ان انا انظم وقتي. 3 لازم اخد يوم فري تحت اي ظرف، حتى لو انا عندي درس فيه لازم اديله يوم فري. اليوم ده اجازه ليك. بص مفيش مذاكره فيه نهائي، اعمل بقى فيه الحاجه اللي حضرتك عايزها، تغني ترقص، اعمل كل حاجه انت عايزها. رقم 4، ما تبتديش ابدا بالمذاكره جامد. يعني ما تقعديش تقولوا له يلا بينا يلا عشان نذاكر، يلا احنا في احنا في ثانويه رابعه، احنا مش عارفه ايه. لا خالص، ما تبتديش جامد، ابتدي كده بالراحه واحده واحده. ودلوقتي كمان الناس اللي بدات خلاص بدأوا يعني في مراجعات، في حاجات بسيطه، لسه ما دخلناش في المنهج جامد. رقم 5، علميه يكافئ نفسه بنفسه.
يعني لو هو حاسس ان هو مبسوط من نفسه قوي، هو اللي يختار لنفسه الحاجه الحلوه مثلا اللي هو بيحبها. ومفيش يعني مفيش مشكله ابدا لو انت عطيتي له الموبايل كمكافاه ليه، هو اللي يختارها. يعني هو كده بيتعلم ان هو بيكافئ نفسه بنفسه. رقم 6، وارد جدا ان هو مثلا بعد ما ذاكر كم معين ان هو يروح بيحل حاسس ان هو مش عارف يحل. انا حاسس ان انا بحبط، انا حاسس ان انا فاشل. لا يا حبيبي، دي حاجة طبيعية جدا، لان احنا اخدنا 3 شهور اجازة زي ما كان بيحصل قبل كده. فمش لازم ابدا توتر نفسك، ولازم يكون رد فعلك ان عادي، ايه المشكلة؟ المهم ان انا مكبرش دماغي خالص، ولا ان انا اسيب الموضوع خالص. لا، ان انا اعرف ايه هي نقاط الضعف بتاعتي واشتغل عليها. افرضي مثلا انا ما كنتش عارف انا وانا بحل ان انا اعرف انظم وقتي وانا بحل والوقت اخدني، يبقى انا هركز على الحته دي. اصلا انا والله كان عندي مشكله ان انا ما كنتش مذاكر كويس، يبقى انا اركز كويس جدا. الفتره اللي احنا فيها دي كويس جدا ومهمه جدا ان كل طالب داخل سنه رابعه يعرف يعني يهيئ نفسه نفسيا قبل الدراسة ما تبتدي، علشان الدراسة لما بتيجي خلاص بيبقى عندنا كمان الوقت بتاع المدرسة، فده كمان بيبقى ضغط نفسي في حد ذاته. حول اي حاجة ممكن ان هي تسبب لك اي ضغط نفسي لحاجة جميلة، لحاجة تعرف ان انت تعيش فيها. الموضوع مش مستاهل ان انا اضغط على ابني لمجرد ان هو في ثانوية انا غلطت قلت ثانوية رابعة، لمجرد ان هو في سنة رابعة. سنة رابعة سهلة جدا جدا جدا، هتجرب وهتحس بالتغيير. يعني غير حياتك وخليك بسمة حب.